الشقة بقالها سنة كانت ما اتنضفتش عشان كانت مقفولة، لان احنا كنا سايبينها وقاعدين في بيت جدي. الشقة بقالها سنة ما اتنضفتش، وطبعا انا قلت بسيق ببساطة في البيت. اي غبي يقولك وفر، ما توفرش. لا توفر في مية، ولا توفر في كهرباء، ولا توفر في غاز، ولا توفر في اكلك، ولا توفر في نظافة البيت. جت على دماغي والله. نظافة المكان من اهم الحاجات عشان صحتك، خلي بالك. نزلت اجيب منظفات من غير ما احس، لقيت نفسي دخلت كارفور صرفت 500 جنيه على المنظفات، ورجعت. يعني منهم كان فوطين الحقيقة، مش عارفة الفوطين دول محسوبين من ضمن ال 500. واحد اتنين، من الفوطين من ضمن ال 500. جبت فوطين وشوية منظفات عملوا 500 جنيه. اسكت؟ ابدا. رجعت على ماي واي. انا بماي واي جبت اوردر في شهر 10 اللي فات، لسه موجود 11 شهر 6، يعني نفترض ان هو هينتهي شهر 6. بجيب العلبتين شامبو وعلبتين لهلوبة، بيقعدوا معايا شهرين 3. فالشتا الواحد ما بيستحماش كتير طبيعي عشان السقعة، ما بيبقى مش قادر يقف قدام تحت الدش. وفي الصيف معروف الحر، فبتستخدم منظفات كتير. لقيتني صرفت كام؟ 1000 جنيه على المنظفات. 1000 جنيه منظفات. طبعا هما 500 منهم هيخلصوا في الشهر، طبعا الفوات هتقعد على طول ان شاء الله. ال 250 يعتبروا خلصوا، لان الصابون خلاص الله يرحمه. اول صابونة طلعت النهاردة ولسه باقي التانية. الديتول اكتر من نصه خلص، وهو يا دوبك اللي باقي حبة المناديل. يمكن الفوط اللي هي اليومية اللي هتقعد معانا شوية احتمال يعني. فوط كير فري من الحاجات اللي جربت اجيبها في كارفور، حد عرضها عليا من البنات اللطاف اللي بتعلن عن المنظفات هناك، فجبتها من كارفور. بصراحة كانت حلوة، اللي هي الفوط اليومية. طبعا اغلبنا كبنات الصيف بيبقى حر وبهدلة، والفرازات مبتبقاش لطيفة للأسف. احنا مشكلة وريحتنا بتبقى وحشة جدا يعني. ف يعني الفوط من الحاجات اللطيفة، مع طبعا ان اكيد اهم حاجة استخدام الفوطة لتنشيف المنطقة اللي تحت، علشان البكتيريا والفطريات والكلام ده بيفرق جامد في الجسم. بعدين بيخلي شكل الجسم حلو، يخلي شكل الجسم انضف، يخلي شكل الجسم لطيف، يخلي شكل الجسم حلو، والصحة مع الوقت كمان. اعتقد ان شاء الله 500 جنيه ماي واي دول هيقعدوا 6 شهور، فكده هيبقى معدل من 80 ل 90 في الشهر بس. انا جبت علبتين لهلوبة و علبتين شامبو، واحد جلامور وواحد املة، علشان مش موجود في اي حتة في السوق غير عندهم، واللهلوبة برضو مش موجود غير عندهم. وجبت ايه تاني؟ علبتين شامبو. والاول مرة بقى اشتري، هما كانوا 7 حاجات: علبتين لهلوبة، وعلبتين شامبو، جلامور على املة، وعلبتين منظف ارضيات. ثلاث منظفات ارضيات، 3 انواع منظفات الارضيات. 2 منظف ارضيات ومنظف للكيكي، او منظف التواليت. منظف التواليت و2 منظف ارضيات. بصراحة يعني كتأثير حلو قوي. باور بتاع، احنا كنا قبل كده جربنا باور مذيب الدهون بتاع ماي واي علشان يشيل البقع الصعبة، فكان لطيف باور. اما بالنسبة لي باور مذيب او باور بينظف التواليت
من الحاجات التكلفات اللي بتبقى في القعدة تحت، واحيانا ما بتطلعش بسهولة، حطها نص ساعة تنتهي. فباور من الحاجات القوية اللي عجبتني يعني، اللي ظبط الدنيا. حوالي 1000 جنيه منظفات، يعني 500 مش هتقدر. 500 هيقعدوا معانا شوية وقت، طبعا الفوط هتقعد على طول ان شاء الله لوقت طويل يعني كذا سنة، وال500 الباقيين منظفات 6 شهور جايين ان شاء الله. يعني برضو الواحد مش هينفع ان هو ما يستخدمش منظفات في البيت، فكرة فاشلة جدا بصراحة.